بيبدأ الفيلم بمجموعة من القنادس وهم بيستكشفوا صندوق غريب، وبيكون واضح إنه وقع من السما واتدمر بسبب العاصفة. وواحد منهم بيشغل الروبوت اللي فيه بالغلط وبيجروا كلهم بعيد، لكن الروبوت بتبدأ تعرف عن نفسها وبيكون اسمها رازم وإنها في خدمتهم، والقنادس بيكونوا مستغربينها. ومرة واحدة في موجة كبيرة بترميها بعيد، وبيكون في موجة أكبر جاية عليها، ولما بتشوف الطلطعون بيتسلق الجبل بتعمل زيه وبتقدر إنها تهرب من الموجة. وروزن بتلاقي في وشها غابة كبيرة وبتنطلق فيها عشان تستقبل أول مهمة. وطول ما هي ماشية في الغابة بتفضل تعرف عن نفسها، وده بيخلي الحيوانات تخاف منها، وكمان بتديهم ستيكر عليه صورتهم. ولما بتجري ورا الغزال وهي بتقلده بيضربها جامد جدا. وروزن بتنبهر لما بتشوف الفراشات بتطير، لكن في غراب بياكل الفراشة وبيهجم عليه قط بري وبيوقعه روزن لحد ما بيجي الزربان والكل بيهرب، وروزن بتاخدها لوحدها. وعشان تفهم لغتهم بتفعل وضع التعلم، وبتفضل أيام ما بتتحركش لحد ما بتتعلم لغة الحيوانات. ولما بتيجي تعرف عن نفسها للحيوانات ما بيحبوش كلامها برضه، وفي أيل كبير بيضربها. كل الحيوانات بتخاف منها وبتهرب. ولما روز ما بتلاقيش حد محتاجها بتقرر ترجع للمصنع وبتفعل إشارة الاستعادة، لكن في برق بيضربها وبتتعطل. ولما بترجع تاني بتلاقي مجموعة من الراكون سرقوا أجزائها وبتحاول ترجعهم تاني، وبتطير الراكون بعيد، لكن بيهجموا عليها تاني عشان ياخدوا إشارة الاستعادة اللي بيلاقوها بتلمع. وفي واحد منهم بياخدها وهي بتجري وراه، وبتطير باقي الراكون من على الشجرة، وبتطرد الراكون لحد ما بيدخل كهف لكنه بيخرج منه وهو مرعوب. ولما روزن بتاخد الإشارة بتلاقي فيه دب متوحش وبيهجم عليها وبيفضل يطاردها في كل الغابة لحد ما بتقع من على المنحدر، لكن للأسف بتكون وقعت على عش إواز وبتموت الأم اللي فيه. لكن بتلاقي بيضة والفرخ اللي فيها بيكون عايش لسه، لكن في ثعلب بيسرق البيضة منها، وروزن بتجري وراه عشان تتأكد إن هي بتاعته. ولما بتاخدها منه بيقدر يسرقها تاني، وروزن بتجري وراه لحد ما بتقع من على الجبل، لكنها بتمد ايديها وبترجع له تاني. ولما بتحاصره بيستسلم وبيسيب البيضة لكنه بياكلها مرة واحدة، وروزن بتخرجها من بقه. ولما بيحاول ياخدها تاني بيقع على أنفد، وبالرغم من كده روزن بتساعده وبتشيل منه الشوك. ولما بتلاقي البيضة على وشك إنها تفقس بتحاول تمنعها بكل الطرق، لكنها بتفقس برضه وبيطلع منها فرخ صغير. ولما بيقرب منها بتطلع أنوار كتير، لكنها بتسيب الفرخة على الأرض عشان هي كده أنهت مهمتها، وبتفعل وضع العودة لكن ما بيكونش فيه إشارة. والفرخ الصغير بيمشي وراها وبيفضل يطلع لها من كل مكان وبيقرب منها لحد ما بيكسر إشارة الاستعادة. ورازم بتلاقي أبوسم هي وعيالها وبتحط الفرخ ما بينهم، والأبوسم بتستغرب لما بتلاقيه وبتسأل على أمه، لكن لما بتشوف رازم بتعمل نفسها ميتة هي وعيالها. ولما بتلاقي رازم ما هجمتش عليها وإنهم لسه عايشين بتروح تكلمها وبتسألها إذا كان فرخ الوز ده يبقى ابنها، ورسم بتقول لها لأ وإنه بيعطلها عن أداء مهمتها. لكن الأبوسم بتعرفها إن هي أول حاجة يشوفها الفرخ وإنه مفكرها أمه، لكن روزم بتعرفها إن مش من برمجتها إنها تكون أم، وإن محدش كلفها بالمهمة دي. والأبوسم بتقول لها إن تربيته دلوقتي بقت مهمتها، وبتستقبل روزم مهمتها الجديدة، وبتعرفها الأبوسم إن الفرخ لازم ياكل ويتعلم العوم والطيران قبل فصل الشتاء. وروزم بتبدأ مهمتها لكن ما بتعرفش تأكله ولا تخليه يعوم ولا يطير. وبيروح لها الثعلب واللي بيكون اسمه فينك وبيعرض عليها مساعدته، وبيعرفها ان هو خبير في الوز. وبيبداوا باول حاجه وهي الاكل، ولما بيجيبوا له محار ما بيعرفش ياكله وفينك هو اللي بياكله. والعسل برضه نفس الكلام، وبيجيبوا سمك من الدب وهو بيطاردهم، وبيكون واضح ان فينك بيستغلها عشان هو اللي ياكل، وبيطلع بس ديدان الارض للفرخ ياكلها. وبيكون مصدر الطاقة بتاع الرزم متعطل ومن غيره هي بتعتمد على الطاقة الشمسية، وكمان بتكون عايزة إشارة استعادة جديدة. وفينك بيقول لها إنهم لما يشوفوا روبوت تاني هيموتوه وياخدوها منه، لكن روزن بتعرفه إن برمجتها ضد العنف. وفينك بيعرفها إن في الغابة كله بيفترس في بعضه، وبيقول لها كده وهو بيسلق السلطعون. وبيقول لها إنه لازم ما تقولش للفرخ إن هي اللي قتلت عيلته. ولما بتسأله هتعلمه العوم إزاي بيرميه في المية على طول، لكن روزم بترفض فكرته. وفينك بيعرفها ان فرخ الوز ده مش زي الباقي وانه قزم، وهي لو ما كانتش اهتمت بيه كان هيتاكل، فهي توفر على نفسها وتخليه ياكله. لكن روزن بتمنعه وبتعرفه ان هي هتكمل مهمتها. ففينك بيقول لها انها لازم تبني له بيت بعيد عن المفترسين، وبتبدا روزن تجمع اغصان للبيت، وبيلاقي القندس دقدق وهو بيحاول يوقع اكبر شجره في الغابه، وفينك بيتريق عليه. وبتبدا روزن ان هي تبني البيت، وبيكون الفرخ بدا يتكلم ويقول اسمها، لكن هي بتقول له يناديها روز. ولما روز بتمنعه يشارك معاها بيزعل جدا، فبتخليه يحط الاعواد الصغيره اللي معاه، وبيكونوا خلصوا البيت. وفينك بيقول لها تختار اسم للفرخ فبتسميه 001، وفينك بيقول لها ان اسمه المفروض ما يكونش فيه ارقام فبتسميه برايت بيل. ولما الرعد بيضرب
برايت بيل بيخاف جدا، ففينك بيقول لروز انها تحكي له حكايه وهو هيهدى، بس هي ما بتعرفش. وفينك بيحكي له هو وبيقول له ان كان في فرخ صغير في الجزيره، وطلب من اكبر نجمه تبعت له بس هي بعتت له روبوت اهتمت بيه وبتحبه قوي. وبينام برايت بيل، وروز كمان بتطفي عشان تعيد الشحن، وبيجي فينك ينام جنبهم. وبعد فتره بيكون برايت بيل كبر وبقى بيقلد روز في كل حاجه، ولما بيحاول يتعرف على سنجاب بيخاف منه وبيجري. وبعد كده بيعلمه برايت بيل السباحه، بس هو ما بيعومش عدل وبيعوم زي البشر. وبيفضل برايت بيل يعوم لحد ما بيوصل لقطيع الوز، وبيقابل هناك وزة وبتعرفه ان هنا الكل عارفه على انه الوز اللي بيربيه الوحش. وبيجي 3 من الوز وبيفضلوا يضايقوه وبيغرقوه في الميه، ولما روز بتروح له كل الوز بيهرب. لكن في سمكه متوحشه بتهجم على برايت بيل، وروز ما بتقدرش تنقذه عشان رجليها اتعلقت بين الصخور، وبترمي عليه صخر صغير لكن ما بتجيش فيه، فبتخلي ايديها تمسكه. وروز بتعرف الوز انه كان عايز يتعرف عليهم، لكن برايت بيل بيقول لها يلا نمشي يا ماما. فالوز بيعرفه ان دي مش مامته وان هي اللي موتت عيلته. فبرايت بيل بيغضب وبيمشي، وروز بتكون رجلها اتدمرت وبتعرف برايت بيل ان هي اللي موتت عيلته من غير ما تقصد. ولما بيسالها ليه ما عرفتوش بتقول له ان هي كانت خايفه عليه والمعلومات دي مش هتفيده وانها فاهمه مشاعره. وبيقول لها برايت بيل انه كان مفكرها امه وان هي مش فاهمه حاجه وان هي دلوقتي مش امه. فبتحزن روز جدا وبتروح عند الشط، وهناك بتلاقي مجلد فيه انواعها وكمان اجزاء من الروبوتات متدمره. وواحد منهم بيشغل اعلان عن الروبوتات وانهم بيساعدوا البشر في كل حاجه وبيسهلوا عليهم حياتهم، وان روز مش مفروض تكون في الغابه. فبتجمع اجزاء روبوت تاني وبتطلب منها تساعدها في مهمتها، عشان هي بدل ما كانت بتحل المشاكل بطريقه الروبوت بقت تحلها من قلبها. وبتكون روز مش فاهمه ومش عارفه هي بتعمل ايه، وبتخلي الروبوت يكشف عليها. وبيظهر ان روز كانت بتغير في برمجتها، فالروبوت بيديها جهاز الارسال عشان ترجع تاني للمصنع. وفينك بيلاقي روز قاعدة على الجبل وبتقول له إن هي هترجع للمصنع تاني وإن مكانها هنا غلط، بس بيلاقوا إن الطيور بدأت تهاجر. فبتقرر روز ترجع تاني عشان تعلم برايت بيل الطيران، لكن برايت بيل بيرفض وبيعرف روز إن خلاص مهمتها انتهت وتقدر تمشي دلوقتي. فروز بتعرفه إن أول ما يهاجر هي هتمشي وكل واحد هيكون في مكانه الصح. وبتبدأ روز تعلمه آلية الطيران وبيبدأ معاها التدريب، وبتفضل طول الليل تبني في مكان تجري عليه. وبتلاقي كمان دقدق عمل لها رجل خشبيه. وروز بتشيل برايت بيل على كتفها لكنه بيقدر يطير لمسافات صغيره، فبيروح الطائر يكون معاه في السماء واللي بيكون صقر واسمه ساندر. وبيبدأ معاه التدريب وبيعرفه يعمل ايه وهو في الجو، وبيعدوا العوائق اللي روز عملتها. وبيجي لها واحد من الوز اسمه ابو رقبه، وده واحد من اللي هيقودوا الهجره، وبيعرفها انهم هيهاجروا بعد اسبوع وهي لازم تقويه وتخليه يفضل طاير طول اليوم عشان يقدر يهاجر معاهم. وروز بتعمل له تمارين كتير عشان تقوي جناحه، وبيفضل طول اليوم في السماء ولحد ما برايت بيل بيبقى جاهز وبيروح لقائد الهجرة. وبرايت بيل بيكون مستغرب انه عارفه، وابو رقبة بيطلب منه انه يخليه قريب منه. وروز بيكون باين عليها انها تعبانة، فابو رقبة بيقول له ان الهجرة دي هدية من روز وان الحادثة اللي موتت اهله هي اللي نجته من الموت. وبرايت بيل بيودع روز وفينك وبيخليها تجري بيه لحد ما بيطير، وروز بتودعه وهي حزينة جدا. وبيكون فصل الشتاء بدأ والتلج بدأ ينزل، وروز بتعرف فينك انها خلاص هتمشي لكنه بيطلب منها تقعد معاه، بس هي بتقول له ان برمجتها كده. وفينك بيروح الجحر القديم بتاعه، والحيوانات هي كمان بتستعد للبيات الشتوي. وروز بتفعل إشارة الاستعادة اللي بتوصل للشركة، وبرايت بيل بيكون مكمل رحلته وبيقطع مسافات كبيرة، لكن بسبب العاصفة بينزلوا في مكان غريب لحد ما العاصفة تهدى. وهناك برايت بيل بيشوف روبوت وبيفتكره روز لكنه بيلاقي فيه روبوتات غيره وبيحاولوا يمسكوا كل الوز الموجود. وبيكون برايت بيل مش خايف منهم، فبراقبة بيخليه هو اللي يقود القطيع عشان يخرجوا من هنا. وفي روبوت بيحاول انه يضربهم بالليزر، لكن برايت بيل بيكون قائد جيد ومراقبة بيشتت الروبوت. وبنروح لروز اللي بتكون رجعت بيتهم وبتشوف فينك هناك، وروز بتقرر انها تفضل هنا عشان تطمن على برايت بيل. وبيعرفها فينك ان الجو برد جدا وان دي اسوأ عاصفة هو شافها، فروز بتاخده عشان ينقذوا باقي الحيوانات. وبيجيبوا كل حيوان يلاقوه في الغابة وما بيسيبوش حد. وكمان روز بتجيب الدب، وبتكون كل الحيوانات بتتخانق وبتجري ورا بعض عشان كل واحد في المكان ده مع اكله. وبيحاول فينك انه يسكتهم بس ما بيقدرش، فالقندس الصغير هو اللي بيسكتهم وبيقول لهم انا عارف ان معظمكم مش بيحب بعض بس لازم نعيش سوا عشان اللي هيخرج بره هيموت، وده كله بسبب دي اللي انتوا بتقولوا عليها الوحش. وبالرغم من كده ساعدتكم وخطرت بنفسها. وروز بتقول لهم يعملوا هدنة على الاقل وهم هنا، وبيوافقها الدب وكل الحيوانات بيقتنعوا بكلامها وبيعملوا هدنة.
وبيناموا كلهم في سلام. وبتمر الايام وبيخلص فصل الشتاء، ولما بترجع اشعه الشمس روز بترجع معاها وبتجري تطمن على برايت بيل، وبتلاقيه وصل ولسه عايش، وبتلاقي الكل بيحتفل بيه عشان هو اللي كان القائد في طريق الرجوع. وبيروح فينك يستقبله وبيعرف منه ان ابو رقبه ما قدرش يهرب من الروبوت. وبنلاقي ان في سفينه ضخمه جايه الروز، وبيخرج منها روبوت اسمها فانترا، وبتكون جايه عشان تاخدها بعد لما فعلت وضع الاستعاده، بس هي بتكون طفته تاني وبتطلع معاها للسفينه. بس فينك بيجي لها وبيقول لها ان برايت بيل محتاجها، وهي بتقول لفانترا انها نسيت حاجه وهتجيبها. بس فانترا بتعرف ان هي بتكذب وبتبعت وراها روبوتات وبتضرب مشاعل في الغابه، والدب بيساعد روز انها تهرب منهم، وباقي حيوانات الغابه بيتجمعوا وراها ومعاهم برايت بيل، والروبوتات بيحاصروهم. لكن روز بترفض تروح معاهم وبتعرفهم ان ده بيتها، وبتقول ان هي روبوت بريه وهي بتعوي، والقيل بيضرب روبوت منهم والدب بيضرب واحد تاني، وروز بتقدر تهرب منهم وكل الحيوانات بتقضي عليهم. وفانترا بتفجر الروبوتات وده بيشتت انتباه الحيوانات وبتقدر تاخد روز، بس برايت بيل بياخد قطيع الوز وبيطير وراها. وفانترا بتحط روز على جهاز عشان تستخرج كل ذكرياتها، وقطيع الوز بيهجم على السفينه وبرايت بيل بيقدر انه يدخلها، لكن للاسف جناحه بيتكسر، بس بيقدر انه يلاقي روز اللي بتكون مطفيه ومش قادره تسمعه. لكن لما بيعرفها ان هو بيحبها في انوار كتير بتطلع منها وبتشتغل من تاني، وبتعرفه ان هي كمان بتحبه. والحيوانات بتروح لدقدق عشان محتاجين شجرته لانقاذ المدينه، فبيخلي الكل يعتذر له عشان يتريقوا عليه. ففانترا بتهجم على روز وبتكون عايز تاخد برايت بيل هو كمان، لكن روز بتفتح المغناطيس اللي بيسحب فانترا وبيدمرها. وروز بتخرج من السفينه قبل ما تتدمر وبترمي مصدر الطاقه وبتحط مكانه برايت بيل عشان تحميه. والحيوانات بيقدروا انهم يوقعوا الشجره اللي بتحول ميه كتير على الغابه وبتقدر تطفي الحريق. والحيوانات بيفرحوا جدا انهم قدروا ينقذوا الغابه، وروز بتعرفهم انهم مش هيبطلوا يجوا عشانها وعشان كده هي هتمشي. لكن الحيوانات بتمنعها وبتقول لها انهم هيصدوهم تاني وانهم عملوا كل ده عشانها. فروز بتقول لهم ان بسبب كده هم اتعاونوا مع بعض وهيقدروا يعيشوا مع بعض في سلام. وفينك بيقول لها انه بعد ما هتمشي مش هيبقى عنده صحاب، لكن الحيوانات بتعرفه انه يقدر يبقى صاحبهم ويتكلم معاهم. وروز بتحضنهم كلهم وبيبنوا البيت من تاني، وروز بتعمل لهم صورة ليهم كلهم، وبعد كده بتفعل نداء الاستعادة وبتجيلها السفينة. وفي السنة اللي بعدها الحيوانات بيكونوا متجمعين في بيت روز، وفينك بيحكي للأطفال حكاية روز واللي عملته مع حيوانات الغابة. وعلى الناحية التانية روز بتكون بتتابع المحصول، ولما بيطلع لها برايت بيل بتقدر إنها تتعرف عليه. وهنا بيكون انتهى الفيلم. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو في كل مكان. سلام.